اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة سينما اونلاين. في حلقة النهاردة احنا رجعنا بمراجعة جديدة، والفيلم اللي هنتكلم عنه النهاردة هو ابن الحاج احمد. قبل بس ما نخش في الحلقة ياريت تعملوا لايك وتشاركوا الحلقة في كل مكان، ولو انتوا لسه ما اشتركتوش في القناة انزلوا دلوقتي اشتركوا، ويلا بينا نخش في الحلقة. تعالالي. ايوه، يعني مين فينا؟ الغبي اللي فيكم. روح نموذج ما تستعبطش، مش هتاخر عموما. فيلم ابن الحاج أحمد بينتمي لنوعية الكوميديا، وهو البطولة المطلقة الأولى لشيكو في السينما، وبيشارك معاه في بطولة الفيلم رحمة أحمد ومصطفى غريب وسيد رجب وصبري فواز. والفيلم فكرة عمرو سلامة، وسيناريو وحوار محمد محمدي وأحمد محي، واللي كتبوا مع بعض قبل كده حاجات كتير من أهمها فيلم قلب أمه، ومن إخراج معتز التوني. قصة الفيلم من غير حرق بتدور عن الحاج أحمد وابن أحمد، واللي عندهم محل بقالة، ولكن في مرة من المرات بيهجم عليهم عصابة، وبنكتشف بعد كده ان الحاج احمد ليه ماضي غريب، وبتتوالى الاحداث عشان نعرف ايه اللي هيحصل بعد كده. طيب تمام، نخش في المميزات. اول ميزة الفكرة. الفيلم فكرته عجبتني، وعجبني كمان ان البطل بتاعنا اللي هو شيكو طالع مهووس بافلام السوبر هيرو وبيحبهم، ونفسه يبقى هو كمان بطل زيهم. فمن رأيي الفكرة هي اهم ميزة موجودة في الفيلم، وكنت اتمنى ان عمرو سلامة ما يوقفش عند الفكرة ويكمل هو ويكتب السيناريو والحوار، لان انا متأكد انه لو كان عمل كده كان هيودي الفيلم لحتة تانية غير اللي احنا شفناها خالص. تاني ميزة الأداء التمثيلي. شيكو أداؤه الكوميدي كان كويس وضحكني أكتر من مرة، ولكن برضو أداؤه ما كانش أحسن حاجة، وده لسببين. السبب الأول ضعف السيناريو واللي هنتكلم عنه في العيوب، والسبب التاني إن ما كانش فيه حد تقيل يسنده. يعني الفيلم ما كانش فيه حتة الإفيه اللي هو هات وخد. طول ما أنا كنت بتفرج على الفيلم كنت حاسس إن شيكو لوحده، مفيش حد يسنده في الإفيهات. مع كامل احترامي طبعا لمصطفى غريب، انا مش بقلل منه، بالعكس انا بحبه واداؤه كان كويس في الفيلم، بس برضه شيكو كان محتاج حد اقوى. يعني الفيلم ده لو كان بطولة شيكو وهشام ماجد الاتنين مع بعض، والكيمياء طبعا اللي ما بينهم، الموضوع كان هيبقى مختلف 180 درجة. رحمة احمد ادائها كان كويس، بس لما بتبطل زعيق، ودي مشكلة رحمة احمد. لو جينا كده نبص على مسلسل الكبير الجزء السابع اللي كان بيتعرض في رمضان، ونيجي نبص على السكتش الاولاني اللي هو المشاكل اللي كانت ما بين الكبير ومربوحة. مربوحة اللي هي رحمة احمد، كل ما كانت بتزعق كانت بتبقى اوفر ومزعجة جدا، وادائها ما كانش حلو خالص. لو تيجوا بقى تركزوا في السكتشات اللي بعد السكتش ده، لما رحمة احمد هديت وادائها بقى كويس، الموضوع بقى حلو لما خفت زعيق وما بقاش فيه افوره. فرحمة احمد نفس الكلام برضو في فيلم ابن الحاج احمد، لما كانت كويسة وما بتزعقش ادائها كان كويس وكانت بتضحكني. غير كده لما كانت بتأفور وبرضو بتزعق، الموضوع كان بيقلب دوشة وزعيق وحاجة مش حلوة خالص. سيد رجب أداؤه كان كويس، صبري فواز برضو أداؤه كان كويس. عجبني كمان أداء الفنانة الكبيرة عايدة رياض، كانت عاملة دور لذيذ. تالت ميزة ممكن نقول إن تقديم الشخصيات والحكاية كان كويس ومثير للاهتمام، ويخليك عايز تعرف ايه السر اللي ورا الحاج أحمد كان بيعمل ايه زمان. وبس كده المميزات خلصت، نخش على العيوب. اول عيب الكوميديا. انا كنت داخل الفيلم بتوقعات عالية، وده طبيعي، فيلم من بطولة شيكو نجم كوميدي كبير ومعاه كاست تمثيلي محترم. والاهم من ده كله ان الفيلم من اخراج معتز التوني، واحد من اهم مخرجين الكوميديا في مصر. فانت طبيعي تبقى داخل الفيلم وانت في بطنك بطيخة صيفي ان انت هتموت ضحك، ولكن للأسف ده ما حصلش. عدد المرات اللي انا ضحكت فيها في الفيلم كانت قليلة جدا، يا دوبك ضحكت على كام موقف وكام إفيه وسلام عليكم. الفيلم المواقف الكوميدية بتاعته ضعيفة جدا، سواء على مستوى الكتابة أو على مستوى التنفيذ. يعني فيلم زي ده حرام، كان المفروض يبقى فيه مواقف كوميدية على أعلى مستوى. وعلى فكرة أنا عايز أقول لكم على حاجة، أنا من الناس اللي بتضحك على اي حاجة. في ناس ممكن ما يضحكوش على اي حاجة، وفي ناس بيضحكوا على اي حاجة، انا من النوعية دي. بس فعلا الفيلم من وجهة نظري
الكوميديا اللي فيه ضعيفة جدا. تاني عيب السيناريو. نتكلم الأول عن نقطة ضيوف الشرف. الفيلم كان فيه أكتر من ضيف شرف، والسيناريو ما استغلهمش صح وما قدمش بيهم مواقف كوميدية حلوة. حسيت كده ان هم طالعين تقضية واجب وبيجاملوا شيكو وصناع الفيلم. في بس ضيف شرف وحيد عجبني، ظهر في النص التاني، مش هقول اسمه عشان ما احرقش عليكم الاحداث. ده الوحيد اللي الموقف بتاعه عجبني، غير كده مفيش اي حاجة تذكر. تاني حاجة ما عجبتنيش في السيناريو طريقة تجميع افراد العصابة، واللي شاف الفيلم هيفهم كلامي. كانت ممكن تطلع بطريقة احسن من كده، ويبقى فيه كوميديا اقوى من اللي احنا شفناها مليون مرة. تالت حاجة، في ادوار كانت المفروض تاخد مساحة اكبر من كده، زي مصطفى غريب، سيد رجب، صبري فواز، عايدة رياض. كنت حاسس ان ادوارهم اللي هو ايه متحجمة. كان المفروض السيناريو يديهم مساحة اكبر من كده في الكتابة. تالت عيب الاخراج. للأسف واحد من اقل واسوأ الافلام لمعتز التوني. يعني دايما معتز التوني في اي عمل ليه، سواء بقى فيلم او مسلسل، بيبقى ليه بصمات وبيبقى متمكن من ادواته الكوميدية. انما في الفيلم ده بصماته مش موجودة غير على استحياء في حتت بسيطة قوي. طيب تمام كده، العيوب خلصت، نخش على التقييم النهائي. تقييمي لفيلم ابن الحاج أحمد هو 4.5 من 10. للأسف فيلم محبط، كان بيمتلك فكرة ممكن تخليه فيلم كوميدي حلو، ولكن للأسف الفيلم معجبنيش. وطبعا اللي شاف الفيلم ياريت يكتب لي رأيه وتقييمه تحت في التعليقات. ورب الحلقة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم اعملوا لايك وشاروا الحلقة في كل مكان، واشتركوا في القناة لو أول مرة، وما تنسوش تتابعوا صفحة سينما أونلاين على الفيسبوك. شكرا جدا ليكم على المشاهدة، أشوفكم على خير، سلام.